السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناتي بيزغوسات. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كيكه ديال دانيت كتجي رائعه خفيفه بحال القطن. فبقوا معايا وشوفوا المقادير كذلك الطريقه، لان المقادير ديالها جد بساط كذلك اقتصاديين. وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه عبر الضغط على زر الاشتراك اللي تيكون اسفل الفيديو، ومشيو نشوفوا المقادير. فبالنسبه للمقادير هنا عندي العبار اللي غادي نعبر به هو العبار ديال علبه دانيت. يعني هنايا عندي هاد العلبه ديال 2 دراهم او الوزن ديالها اللي هو 80 غرام. هنا عندي علبه ديال دانيت ديال الزيت، وعندي علبه ديال الحليب 4 البيضات، 3 العلب ديال الدقيق او الطحين، و2 علب ديال السكر. وهنا عندي علبه ديال دانيت و2 معالق كبار ديال الكاكاو و2 خمارات. غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. هنا اول خطوه غادي نضيف هي هذاك البيض، وغادي نضيف السكر. وهنا غادي نخفقو مزيان حتى تشكل ليا رغوه. ان فوا تبان ليا هذيك الرغوه ديال البيض صافي نحبس. كيف كتلاحظوا معايا حتى كنحصل على هذا الشكل، ما تخفقوش بزاف او ما تبالغوش في الخفق ديالو. هنا غادي نضيف الزيت، من بعد غادي نضيف عليه الحليب. هاد العمليه كتخلي الكيك كيخرج بحال القطن، كيخرج خفيف. هنا من بعد غادي نضيف هذاك علبه ديال دانيت، ونستمر في الخفق حتى تتمازج جميع المكونات. من بعد نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. غادي نضيف هنايا الدقيق، من بعد غادي نضيف الكاكاو. واخر حاجه كيف العاده اللي هي الخماره ديال الحلوى. هنا ما تنساوش تنخلوا الخميره ديالكم باش تخلصوا من هاد الحبيبات. صافي غادي نخفقهم حتى نحصل على قوام ديال الكيك. نتوما تشوفوا معايا القوام ديال الكيك هو هذا، كيكون خفيف. يعني ما تخافوش، ما تقولوش راه الكيكه ما تصدقش يكون، بالعكس هذا القوام غادي يخرج الكيكه خفيفه بزاف. هنا في صينيه، هنا استعملت صينيه على شكل مستطيل. يمكن لكم تستعملوا اي قالب متوفر عندكم، لكم حريه الاختيار. هنا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، ضروري تغلفوه مزيان. وغادي نصب فيه هذاك الخليط ديال الكيك. هنا الكيكه غادي نطيبها على درجه 160 ونخليها حتى تنفخ. من بعد باش تاكدوا باللي الكيكه راه طابت لكم غادي تغرسوا فيها عود ديال الاسنان. هنا الا كان عندكم الا كان عندكم فرن غازي شعلوا غير تحت. هنا بالنسبه للسيرو كيبقى اختياري، بغيتو تسقيو الكيكه ديالكم لكم حريه الاختيار. هنا عندي نصف كاس ديال السكر وكاس ونص ديال الماء ومعلقه صغيره ديال القهوه، قهوه سريعه الذوبان. غادي نضيفها في كاسرون وغادي نخليه على درجه خفيفه حتى يبدا يغلي. كنذكر كيبقى لكم حريه الاختيار، اللي كتعجبو الكيكه مسقيه يسقيها، اللي ما تيعجبوش يخليها على جنب. هنا الكيكه من بعد ما خرجت مباشره من الفرن غادي نسقيها بهذاك السيرو. ما تبالغوش بزاف في السقيان ديالها باش ما تجيكمش فازقه. هنا بالنسبه للطبقه الاخيره اللي هي ديال الشوكولاط، عندي هنا 12 قطعه ديال الشوكولا او 103 غرام ديال الشوكولاط في ربع كاس ديال الحليب غادي ندوبهم. وهنا عندي الكيكه من بعد ما قلبتها على الوجه ديالها، وغادي نصب هذاك الشوكولاط اللي دوبته مع الحليب. هنا غادي نحاول ندهن هذاك الشوكولاط على الوجه ديال الكيك كيف كتلاحظوا معايا. من بعد ما غادي ندهنها بالشوكولا غادي نخليه على جنب، وغادي نزوقها بخطوط ديال الشوكولا البيضاء. وصافي غادي نقطع على شكل مربعات، وهكذا غنكون ساليت في التحضير ديال الكيك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال دانيت. صراحه كيجي رائع خفيف والمذاق ديالو رائع. فكنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كذلك ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.